أهلاً وسهلاً بيكم يا أحلى وأجمل متابعين. أهلاً بيكم في قناتكم نونا والحكاية، مع قصة وحكاية جديدة ممتعة جداً وجريئة جداً. بتمنى تكملوها لحد الآخر. وقبل ما أبدأ، يا ريت تنزلوا دلوقتي تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أنا نادر، ودي حكايتي اللي حصلت من كام سنة. كانت جارتنا اسمها زهرة، ست جميلة جداً مختلفة عن كل اللي حواليها. كانت دايماً أنيقة وبتظهر بشياكة تخلي أي حد يلاحظها. أنا من غير سبب كنت بستناها وأفرح لما أشوفها. في يوم المنشر بتاعها اتكسر، فجت عندنا عشان تنشر الغسيل. أمي قالت لي اطلع ساعد خالتك زهرة. طلعت أساعدها، ومن وقتها بقينا نتكلم أكتر. كانت بتسألني عن حالي، عن دراستي، وأنا بصراحة ما كنتش مركز في الكلام. كنت مركز في وجودها جنبي، في كلامها وضحكتها. ومن ساعتها حسيت إني محتاجة أكون قريب منها أكتر. بعد فترة بدأت علاقتنا تكبر خطوة بخطوة. كانت ساعات بتضحك معايا وتقولي يا واد أنا زي أمك، وأنا جوايا عارف إن اللي بينا أكبر من كده. اللي غير كل حاجة إن في يوم حصلت مشكلة بينها وبين جوزها. زعلت منه وسابت البيت، وما كانش عندها مكان تروح له. جت عندنا في نص الليل تحكي لأمي اللي حصل. أمي طمنتها وقالتها اعتبري البيت بيتك. ومن اللحظة دي بقى في رابط جديد بينا. وجودها بقى مختلف، وبقيت أحس إنها مش مجرد جارة. الليلة دي زهرة فتحت قلبها ليا. قالت لي قد إيه حاسة بالوحدة، وإنها مش لاقية أمان مع جوزها. كانت بتتكلم ودموعها نازلة، وأنا حاسس إني عايزة أحميها من الدنيا كلها. ولأول مرة فهمت إن المشاعر اللي جوايا مش من طرف واحد، هي كمان شايفة فيا السند اللي كانت بتدور عليه، عن حلمها اللي ضاع، عن بنت كانت بتربيها كأنها بنتها وهي أصلاً مش بنتها، عن الوحدة اللي كانت عايشاها والوجع اللي محدش كان حاسس بيه. كل كلمة قالتها خلتني أتأكد إني عاوز أكون جنبها، مش تعاطف، لأ، دي كانت مشاعر حقيقية، حب بجد. فضلنا نتكلم ساعات طويلة، هي بتحكي وأنا بسمع، وبحس إن قلبي بيقرب منها أكتر وأكتر. زهرة ما كانتش مجرد جارة، دي كانت إنسانة محتاجة للي يحتويها. ومن اللحظة دي حياتنا اتغيرت، بقينا مع بعض، بنحلم إننا نكمل عمرنا سوا. الأيام اللي بعد كده ما كانتش سهلة، اضطرينا نواجه أهلنا والمجتمع اللي مش سهل يتقبل اللي حصل. لكن اللي بينا كان أكبر من أي خوف. الحب مش بس كلام، الحب أمان وسند. وزهرة لقت الأمان ده معايا، وأنا لقيت فيها الحنان اللي كان ناقص في حياتي. القصة دي علمتني إن أهم حاجة في الدنيا مش الفلوس ولا المظاهر، أهم حاجة إنك تلاقي حد يحتويك ويديك الأمان اللي نفسك فيه.